السلام عليكم يا بنات، جمعتكم مباركة. وأحلى حاجة في يوم الجمعة يا أما يكون فطور مطنطن أما يكون غداء قنيل. اليوم دايرين فطور زي العسل جاي جديات هالبلدي. نشوفوا طريقته مع بعض بالتفصيل وش ندرنا بالضبط. استخدمت فيه أطقم من بتاع 12 سما والجرانيت أو الستيل كلهم تبارك الرحمن جديات سما أبدع وهلبة في 12 وحتى في الكهرو منزلية اللي عندهم. يعني نبدو أول حاجة في الخبيزة أخذت مية دافية فيها سكر وملح وخميرة وصبيت لها دقيق ونعطوها عجنة وشوية زيت زيتون. تضيفوه من الأول وتقدروا تضيفوه بعد العجنة الأولى. أهم حاجة نخلوها تخمر كويس الخبيزة. بعدها فردتها باش نبي نشكلها كرات. هذه عرفتوا لما تبدو مش خاطركم تطلعوا تشروا خبزة عليكم وعلى الخبيزة هذه ما نقرصوها نفردوها بالطريقة هي. حجمها يكون متساوي مش صغيرة ومش كبيرة. وتوا عندي ماكينة الخبز العربي والبيتزا من سما. حلو اللي فيها ان هي حتعطيك تحميرة هلبة جنينة. ان الحرارة تكون مباشرة على طول على الخبزة. القاعدة تسخن كويس حمر لك الحاجة من اللوطة وتقدري تخدمي بيها حتى البيتزا الطليانية في الحوش. سريعة الاستخدام وجميلة وسهلة جدا جدا. وشوفوا تبارك الرحمن الخبيزة كيف بدت تنتفخ تطلع عندنا كأنها واخدينها ملكوشة. أنا اليوم دايرين طعمية وفول فهذا علاش اخترنا نوعية الخبزة هذه. لباقي الأطباق عندي هنا طنيجة ستيل من سما مانع الالتصاق. أهم حاجة تسخنوها كويس قبل ما تحطوا فيها الأكل. الخامة متاعها تبارك الرحمن لمعتها ما شاء الله فيها المقياس اللي يحدد لك حجم اللتر. حق أبدعوا فيهم طنجرهم. حطيت فيها الطماطم خليته يغلي شوية باش نقدروا نديروا به الصلصة. تو جبت الطاوة. طبعا بالنسبة للصلصة حنستخدموها في كل شيء يعني الأصناف سواء الشكشوكة الفول حنوزعوها عليها. وهذه الطاوة حتى هي من مجموعة ستيل من سما مزيكا وتقدروا تحطوها زي ما هي في السفرة من غير ما تحولوها الشكشوكة أو القلاية أو الأومليت الحاجة اللي انتم بتحطوها فيها. وهيك حطيت زيت الزيتون والثومة والفلفل الأخضر وطماطم البيلاتي اللي درناه قبل شوية معها شوية فلفل أحمر. وبعدين حنقسموها على نصين. جزء حنديروا فيه الفول نضيفوها عليه والجزء الثاني حنحطوا له قديد وشوية دهان قديد باش نديروا به الشكشوكة. وهيك الفول زدناها شوية كمون شوية فلفل أخضر وطحينة عصرة المقارص لو تبوا حتعطي طعمها هلبة حلوة. أما الشكشوكة فضفنا لها الدحين تاعها كيف تفضلوها دحيتها رايبة ولا طايبة. واخدنا طوة تانية حطينا فيها زيت وقلينا فيها بطاطا. قلت لكم اليوم الفطور هيك تحسوه شامي الله عليه شرقي في حاجات مشكلة وقنينة. نفس الطاوة اللي قلينا فيها البطاطا حطيت فيها مكعبات بتنجان. الوصفة هذه عبارة عن مكدوس سريع. تتبيلته ناخده هريسة عربية نوعية كويسة مع دنوس وكرافس وتومة الكثير من الخل والكثير من زيت الزيتون. أما التوابل فمنديروا كروي أو كزبر وتومة جافة وبصل جاف ملح طبعا ونضيفوا عليه مكعبات البتنجان. على قد ما هي سهلة على قد ما هي لذيذة بالذات لما تكون مع الطعمية. وهذا هيك الأكل متاعنا واتي وجاهز تبارك الرحمن. سفرتنا جت زي العسل. ناها زيت زيتون وزعتر وحطينا هيك شوية جرجير وعندي حمص من الأول حطيتها في صينية. والشاهي حتى هو في طقم سما. وصفر التقديم نفسهم من سما تشبحي واحدة تنسي الثانية. عندهم الفضي وعندهم الفضي المدهر تغريفات وأشكال هلبة متنوعة. الشركات الليبية جديات بدوا يبدعوا في كل شيء. أما بالنسبة للفطير فكان في الجنان الأجواء الجميلة يحل النفس. طلع كله لذيذ وجميل مع طويصة شاهي سخينة في الجو هذا الحلو. السلام عليكم.